السلام الله عليكم. مرحبا بكم في قناة قصص واقعية. إذا كنتوا جداد معنا ما تنسوش لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا كنحكيو قصص وقعت في الحقيقة، بعضها مؤلم بعضها غريب، ولكن كاملين فيهم عبرة. قصة اليوم خاصة، ركزوا معايا. قصتنا اليوم بدات سنة 2010. شاب من مدينة آسفي، الاسم ديالو إيوب، 27 سنة. خرج من المدرسة من الأولى ثانوي، ومن تما هو شوماج. ديما المشاكل والصداع، يخدم نهار ويريح شهر شهرين، ديما مريح في الحومة، الجوانات، الشراب، قرقوبي، ولاصق في واحد البيار ما كيخرجش منه. جميع الموبقات كيديرهم خونا ايوب. كيف قلنا سابقا، الجوانات، شراب، قرقوبي، وحتى السيليسيون. الأسرة ديالو كتكون من أب وأم وجوج خواتات، جوج خوت دراري، هو الكبير فيهم. ديما المشاكل والصداع في الدرب، في الدار، خواتاتو عايشين معاه الرعب. الأب ديالو طلع ليه الدم، طالع ليه بعلوق في راسو، الدري ما بغاش يترجل ويعيق. ايوب الحلم ديالو كان هو الغربة. من صغره كيحلم بأنه يمشي للغربة ويتلاق، خصوصا إيطاليا، كان يموت ويمشي ليها. وملي كان صغير وكيقول الأب ديالو بيع هذيك الأرض اللي عندنا في العروبية وصيفطنا لإيطاليا، ولكن الأب ما بغاش يصيفطو، حيت كان عارف الدري عنده خاري، راسو خاوي، هادي غير البلية. حيت أيوب يوميا واقف على ظهره، عطوني 20 درهم. مهم الأب واحد النهار قرر أنه يشوف ليه خدمة في واحد الشركة، حيت عيا ما يعطيه داكشي اللي عطاه كيديه للبزنس. مهم يدبر على راسو ما يبقاش مريح ويخسرها فاش ما بغا. مهم دخل أيوب يخدم، وبدات الحياة كتبدل عنده. حتى لواحد النهار أيوب غادي تجي أول خلصة. فوا غادي يتخلص، يقرر هو واحد جوج صحابو يمشيو للبحر، يتبحروا ويديو معاهم البلية ديالهم اللي هي الشراب والحشيش. مهم جمعوا الباكطاج ديالهم، كريسيات، باراسول، هزو الشراب، هزو العجب ديالهم، وقصدو شاطئ البدوزة، وبداو خالقينها. بدا الشراب، العومان، البسال الخاوية، كل شي في البحر كيشوف فيهم، حتى واحد ما حاملهم، حيت فيهم تخسر الهضرة، قباحة خاوية. المهم زيرو احترام. بقاو على هاد البسال الخاوية دايزة شي درية يوقفوا عليها يلوحوا الهضرة، حتى وقف عليهم الجندار. هو راه غادي يوقف، غادي يشم ريحة الشراب، غادي يبدا يقلب ليهم في الحوايج، يلقى الشراب، 25 غرام حشيش وواحد الموس. هنا الجندار غادي يعتقلهم، يدير لهم المينوط بثلاثة ويلوحوهم في الصطافيط ويقصدوا الدائرة على بريغاد. مهم دازت الإجراءات كاملة، بعد أيام قليلة تم الحكم عليهم ب4 شهور ديال السجن. كيتهزو الشباب ديالنا كيلوحوهم في السجن المحلي في مدينة آسفي. الوالدين كيطلع عليهم الدم، ولدهم شوه بيهم. أب كيقول كون غابات هذيك البقعة أو هذيك الأرض اللي في العروبية وصيفط لإيطاليا حارق، الله يجعلو ما يموت في البحر وما يديرش ليا هاد الشوه. المهم دابا كتاب بالمكتاب مبقى ما يتبدل. أيوب والعشرين ديالو دخلو للحبس، دازو من الإجراءات الأولى في الحبس. كل واحد داوه لشومبر، فرقوهم وسط الحبس، كلهم فلاحوه، دار لهم هكذا باش يدخل معاهم الحبس ويلبدوها. كل واحد يولي يحاول يضرب على راسو.
المهم دوزو العقوبة ديالهم، واخا تكرفسو بزاف حيت كانت أول مرة يدوزو الحبس. جات ساعة الحسم، ما عندهم لا كلاس، خرجوا من الحبس عنقوا الحرية ديالهم. ضربهم الغربي ديال آسفي، كل واحد فيهم ملقي ليه دارهم، فرحانين بيه، ناشطين بيه. مهم العشرين بثلاثة خرجوا وعائلاتهم فرحانين. رجعوا للأب ديال أيوب. الأب ديال أيوب كيف قلت النوبة الأولى كانت عنده واحد الأرض في العروبية، وكان ديما كيقول ليه أيوب بيع الأرض عطيني نمشي نحرق. ولكن الأب الكبدة ما سخاتش، كان خايف على ولده. مهم من بعد أسبوع باش خرج أيوب من السجن، الأب كيقرر يبيع الأرض، وبالفعل باعها ودبر لولده في كونترا لإيطاليا. السيد ما قادها فرحة، السيد ولا طاير بالفرحة، ما خلى من قالها راني من بورسيما لميلانو. قاعد شي زهر. مهم الدنيا مكاتب. السيد جمع حوايجو، قصد المطار، تسامح مع والديه وخوتو، وقصد الديار الإيطالية. مع وصل كيلقى القضية زاهية زهورية، زين الشواط واعرين، بنادم سيفيليزي، كلشي كيبان زوين، كلشي ناضي. خلينا من كحراس. هو يقول مع راسو يخ منها أعوام مشات ليا في الخاوي. مهم خونا ولا مواظب على الصالة، وتاب ولا إنسان آخر، وفرحان ما قادها فرحة. قال مع راسو هادي والتوبة، ربي دار معايا المزيان، نجاني من السجن، وإن فوا خرجت من الحبس راني في إيطاليا، واش بغيت. دبر على خدمة، ولا كيبيع ملابس نسائية في البحر، دير واحد الفراشة بحالو بحال خوتو المغاربة، كاينين بزاف بحالو. مريح في البحر ملبدها وخدام يبيع في البياس. مهم أيام غادية وهو ناشط وخدام، والأب فرحان ولدو ترجل. واحد الوقت السيد غادي بدا يطول في إيطاليا، ويبدا يدير فيها علاقات مع الناس، يتعرف على هذا هادي. غادي يولو عنده جوج عشرين في نفس الدومين، مأمون من لبنان وفاروق من مصر، كانوا سابقينه في الغربة وفي الدومين نيت بيع الملابس النسائية في البحر. كانوا مبليين بالشراب، وهو كيف قلنا كان تابع لله، ولكن ولا كيخرج معاهم. ماشي كيخرج معاهم، ولا كيخرج معاهم بزاف، ديما اتصل، ولا ما كيصحاش، وحتى الصدق تاعها. دازت عامين في الغربة، وبحكم ديما شارب دازت بسرعة. في هاد العامين أيوب بحكم كيف قلنا دار علاقات، أيوب صيب ورقة دغيا، ولا مواطن إيطالي، كيخرج وقت اللي بغا وفين ما بغا. الشراب ولا عنده بحال الماء، ولا طالياني. حتى واحد النهار هو العشرين ديالو غادي يقولوا حنا ما عمرنا خوينا البلاد، انا ديما كنشربو غير في هاد المدينة البحر، انا نخوف ايطاليا كاملة، ونهزو الطوموبيل ونمشيو للنمسا. ايوب قال لهم مرحبا، وهما كيف قلنا سابقينو عارفين بلاصات كيمشيو ليهم يزهاو. ايوب هو الشيفور، عشرين راكبين وخالقينها، طالقين المزيكا وعايشين السعادة، قاصدين النمسا. مهم وصلوا بخير، كراو محل لمدة أسبوع وريحوا، طاسة يوميا، الحمل حلوف ولا عندهم بحال أومليت، دريات وحدة خارجة وحدة داخلة. آه الغربة السيمانة كاملة ما صحاوش، ملي كيفيقوا وهما كيشربوا حتى كيناسوا. مهم دوزو هاد السيمانة سلامات بخير، سالات العطلة ديالهم
وهما يقولوا غدا نشدو الطريق ونرجعو فحالنا. الغد اللي فاق الصباح جامعين الباكطاج، هزو الطوموبيل وديماراو. في الطريق هو يقول لهم ايوب واش بالكم نحلو شي قرعه؟ الاخرين ما عطلوش، حل جوج، حلو الشراب، ريحو في واحد البلاصه اللي كطلع على البحر وبداو الطاسه، بداو الطاسه تسكرو. جابو الكاو وبداو جايين، الادرينالين طالع بزاف. ايوب مكسير الطوموبيل 120 140 هابط الضحك، ومكسيري وما كيتلفتش وراه وعايشين السعادة. واحد الوقيته ايوب بغى يخرج في واحد الفيراج، باغي يعرف ما يدير فيه، ومرك على الفيتاس 140، قلت لك غير بالضحك. الطوموبيل دارت 100 خطرة. مأمون وفاروق ماتوا سير بلاص. ايوب بغاو يجبدوه، ما هما بغاو يجبدوه، كيسمع الرجل تهرسات طردقات ليه لداخل، جبدوه بصعوبة. 10 سوايع ديال الخدمة، 10 سوايع تاع الخدمة ماشي ساهلة، حيتاش طاحو بحال الحفرة، علو كتير طاحو منه. أيوب دخل في غيبوبة 6 أشهر، هو معمرين ليه الجسم ديالو سيرة، ياكل ما يشرب غير بالأدوية. أيوب عاش في الإنعاش مدة طويلة، داخل في غيبوبة. مهم من بعد 6 أشهر ونص في السبيطار فاق من الغيبوبة، وأول ما فاق اتصل بوالديه. الأب والأم تاعو كانوا باغيين يحماقو، ما عارفين ولدهم اش طاري ليه، ما خلاو شكون قصدو، ما خلاو قنصلية، ما خلاو الناس اللي كيعرفوا والو، ما كاينش اللي جاب ليهم شي خبر. مهم أيوب غادي يتصل بيهم، السلام الوالد، بخير، مزيان. الأب ديال أيوب حس بأن ولدو فيه شي حاجة أو طرات ليه شي حاجة. مهم أيوب يقول لهم ما تخافوش عليا، راني بخير، راه غير كنت درت واحد الحادثة، ولكن راه وليت بخير، راه ما فيا والو. ما بغاش يخلعهم، واخا القلب ديال الام والاب كان حاس كاين شي حاجه. مهم ايوب غادي يفرحهم، قال لهم راه غادي نقاد غير شي امور وقريب نجي. الام سمعات قريب يجي، فرحات وارتاحت، واخا مازال ما عارفه والو هي شنو في ايوب وشنو واقع ليه. مهم ايوب باقي غيدوز في المحكمه. ايوب المحكمه غيحكموا عليه بشهر سورسي، واي حاجه خصاتو الدوله تكلف ليه بيها. العالم الاول اسيدي، ما يضيعش لك حقك فيه. مهم ايوب رجل تقطعات، ولا هانديكابي، ولا لكاكز. لاسورانس عوضات ايوب ب 860 مليون مغربيه. واو، واش هادي حلمة ديال ورا العصر؟ ايوب تقطعات ليه رجلو وداخل في ديبرسيون خيبه، وخا جاتو 860 مليون ايوب دخل في ازمه نفسيه، ما حملش راسو، كيفاش غيقولها لدارهم. ولكن الرجل راه مشات، ما عنده ما يدير، وخاصو يتقبل يعيش هكذا. مهم ايوب كيقول لنا 860 مليون، ينفو خد هذيك 860 مليون، جمع حوايجو كاملين، شرا طوموبيل، وقرر يقصد الطريق باش يهبط للمغرب. وفي الاخير هذه ماشي غير قصة، هذه واقع كيوقع كل نهار. خذ العبرة ديالك، وخليك ديما واعي في حياتك. إلا عجبتك القصة
ما تنساش دير لايك واشترك في القناة وفعل الجرس باش توصلك قصص جديدة، ونتلاقاو في الجزء الثاني من هذه القصة، حيث قصتنا مازال ما سالات، وأيوب مازال غادي يطيح في كوارث كتير.